المحترفين لضمان أمنهم واحترام حقوقهم الأساسية. وأنا فخورة بما أن العراق ركز في عمله لأول مرة على حماية التراث، وهذا هو واجبنا المعنوي، ولكن أيضا هو يقضي بأملنا بحياة أفضل ومستقبل أفضل. الأعمار المادية بحاجة إلى جهود حثيثة وموارد كثيرة واستثمارات كبيرة، ولكن إعادة الأعمار لا تعني فقط بناء الطرق وسكك الحديد. كما بدأنا بعمل كبير للتخلص من القوانين القديمة. أيها الأصدقاء الأعزاء، قاتلنا الإرهاب في مدننا، وكانت حربا مفتوحة وقاسية، وكنا نرى بيوتنا تهدم، وكانت التوجيهات إلى كل قواتنا المقاتلة بأن الهدف الأسمى خلال عملياتهم العسكرية ضد داعش أن يشاركوننا المسؤولية في إعادة بناء ما دمرته الحرب وما سببته من تراجع. وإذ نؤكد أن عودة النازحين طوعية